يا مساء السعادة، وخلوا السعادة عادة. القنوات كلها على اليوتيوب وما يعني أماكن كتير قوي، كله عمال يتكلم والعالم بينتهي والدنيا خلاص وحاجات كتيرة قوي كده. طب احنا لو رجعنا للقرآن الكريم، كان في آية بتقول ايه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر. طب الكلام ده امتى؟ في أيام بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، حادثة انشقاق القمر وهو طفل صغير. فإذا الكلام ده مهوش جديد، هو ده. احنا في آخر حقبة من حقب الزمان، ده لا جدال فيه. واللي بيدرس أو بيفهم أو بيعرف في الحاجات دي، الكلام ده تمام. لكن القيامة مش هتقوم بعد بكرة يعني، وكله بقدر الله، وربنا أكيد طبعا ليه قدر وفي مواعيد، وكل حاجة مخلوقة بقدر وبميعاد. لكن اللي عايزين نتكلم فيه ان حالة الهلع والتخويف ولم المشاهدات على الفيديوهات، وما هو الانسان ايه هو عدو الانسان؟ الخوف من المجهول، الخوف من اللي جايله بكرة في ايه. طب هو حياتنا دي عبارة عن ايه؟ امبارح هو عدى وخلص خلاص، مش هتغير. بكرة الله أعلم هيجي ولا لأ. حتى على المستوى الشخصي ممكن الواحد ما يبقاش بكرة موجود بالنسبة له. مش معناها ان الأيام يعني، هو في ايه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ من مات قامت قيامته، يعني اللي بيموت قيامته بتقوم. جت بقى بعد 10 سنين، بعد 200 سنة، بعد 1000 سنة، الله أعلم. بس انت تملك يومك اللي تملكه ده، عيش سعيد فيه واعمل اللي وراك. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة من نخل فليغرسها. يعني ده لو الساعة قامت وانت ماسك زرعة وبتزرعها، كمل. مع ان من هول الموقف الواحد مش يقدر يعمل حاجة، بس ده اشارة لايه؟ اشارة لان احنا نفضل نسعى طول ما احنا عايشين. طب هل فعلا زي ما الناس بتقول كده خلاص نهاية العالم قربت، والفضائيين جايين لنا، والاليانز جايين، والفضائيين اللي عملوا الكوكب، في لغط كتير قوي وزحمة كلام كتير قوي. هو في احداث حاصلة، وفي حاجات بتحصل. الحاجات اللي بتحصل حوالينا كتير قوي دي يمكن هي اللي مخوفة الناس. تقارب الزمان اللي بيحصل ده يمكن مخوف الناس. على فكرة العلامات لقيام الساعة دي من زمان، وانتظار الدجال ده من زمان، ده من ايام الرسول عليه الصلاة والسلام. كان في شخصية من الشخصيات، الصحابة حتى كانوا بيتتبعوا وفاكرين ان هو الدجال. هو لكل عصر دجاله، من ايام السامري سيدنا موسى، ومرورا اللي احنا عارفينه يعني، ويمكن في حاجات تانية احنا ما نعرفهاش. في ايام الرسول عليه الصلاة والسلام ابن صياد. ف وفي دجالين في الوقت الحالي، اكيد كلنا ابتدينا نعرفهم ونشوفهم. طيب هو الصراع اللي موجود ده هو صراع ازلي من بداية الخليقة الى قيام الساعة. كلنا عارفين ان لما سيدنا ادم ربنا خلقه، ابليس رفض يسجد له. طيب، ومن هنا ابتدى الصراع بين الخير والشر، بين بني آدم وبين الشيطان، بين الإنس وبين الجن.
هو احنا في الاخر بشر، وكل تخوفاتنا دي ده حاجة طبيعية. هي دي خلقتنا، ان احنا مخلوقين بشر عندنا شيء من الخوف يعني. هنتكلم في الموضوع ده بطريقة البحث العلمي. يعني ايه؟ بمعنى ما ناخدش المواضيع بس اصل هم قالوا، اصل هو ده المتعارف عليه، اصل هو ده الصح. الصح عند مين؟ مين اللي قال؟ طب ايه الرأي وايه الرأي الاخر اللي يثبت اللي احنا بنتكلم فيه او ينفيه؟ ما هو ممكن احنا نكون في حاجات فاهمينها غلط وفي حاجات فاهمينها صح. طيب، وبرضه في حاجة تانية، في عالم روحي زي ما في عالم مادي. العالم الروحي والحاجات دي هي مثبتة برضه، ما هياش منفية نهائي. لكن احنا نخلينا في الدليل العقلي والنقلي. يعني حاجات مثبتة سواء في أحاديث، في القرآن، ده أهم إثبات عندنا هنتعامل بيه. حاجات مثبتة في حضارات قديمة من قبل كده، وهكذا. طيب، نبتدي ببداية الخلق. بداية الخلق دي ربنا حكلنا عليها من البداية للنهاية، زي ما بيقولوا كده من طقطق لسلام عليكم. ويمكن هو ده مدخلنا في السلسلة دي، عشان احنا لما نفهم البدايات صح هنوصل للنهايات اللي احنا فيها دلوقتي، ونقدر نبرمج او نجمع او نعرف هو ليه دايما بيتقال ان في مؤامرة، وليه دايما بيتقال ان في حاجة بتحاك في الخفاء. فاحنا لازم ناخد بالنا، وان في حروب خفية، وان في طبعا الحروب الخفية في ناس هتفسرها ان عالم ما وراء الطبيعة بقى والحاجات دي. لا يمنع ان في حاجات من دي موجودة. احنا زي ما قلنا هو في محورين، في محور روحي وفي محور عقلي وبالدليل. بمعنى يعني لما حد يقول ان في حاجات خفية وفي حروب خفية بتحصل، هو الخفي يعني ايه؟ الخفي ده اللي هو مش باين لي انا، لكن ممكن يكون باين لحد تاني وشايفه. اللي مش قدامي انا، اللي مش في مستوى ادراكي انا، لكن ممكن تبقى حاجة مادية او روحية برضو، بس في ادراك حد تاني او في مكان تاني. مثلا انا قاعد في شقتي في مكاني، معرفش بعد بمدينتين في ايه، فده خفي عليا، مع انه يقينا قدام التاني شايفه، وهكذا. فاعمالا لتعليمات او زي ما ربنا بيقول لنا نتدبر ونعقل ونفهم، نحلل ونشوف الدنيا ايه اللي بيحصل معانا وايه اللي احنا متوقعينه. هو كل ما اي حاجة هتحصل هي خير لأهل الخير وشر لأهل الشر. طيب، نقعد مكتوفين الايدي كده ومستنيين بقى المهدي المنتظر هيجي وهيحث المال حثا، والدنيا هتبقى رايقة والدنيا هتبقى كويسة وهتبقى زي الفل. فاحنا مستنيين بقى؟ لا طبعا، احنا كل واحد يعمل اللي عليه في حتته في منطقته، يقوم بدوره. مش منطقته كمنطقة سكنية، يعني اللي شغال شغلانة يشتغلها كويس، اللي بيعمل حاجة يعملها كويس، اللي بيفكر، يعني كل واحد يعمل في الحتة اللي عليه دوره الصح، انتظارا لما هو قادم. ما هو قادم ايه الله اعلم بيه. كانت احنا اللي مطلوب مننا
نعمل اللي في ايدينا دلوقتي. طيب ايه حكاية بقى الصراع الازلي ده، او ابتدى منين وصل لغاية فين؟ طبعا كلنا عارفين لما ربنا خلق سيدنا ادم قال للملائكة تسجد له، فسجدوا الا ابليس ابى واستكبر، وربنا لعنه. طيب ابليس ده كان من الجن ففسق عن امر رب. يعني ده هو اصلا اساس خلقته من الجن، ولكن الجن كانوا افسدوا في الارض قبل كده. احنا مش اول ناس تعمر الارض، احنا خلفاء الله في الارض. اخر خلفاء بقى والله اعلم ايه اللي هيحصل بعدنا، بس احنا بنقول اللي احنا ذكر في القرآن وفي السنة المثبتة، والكلام اللي مجمع عليه اغلب الباحثين واغلب العلماء. طيب لما ربنا خلق سيدنا آدم، وسيدنا آدم خلق بني آدم كامل زي زي ما احنا اتخلقنا كده. طبعا هو خلق على هيئة تانية أفضل مننا وأحسن، مش زي النظريات بقى اللي ضحكوا علينا وقال لك نظرية التطور وداروين والنشأة والكلام اللي عدى على ناس مننا في الدراسة والحاجات دي. كلام غسيل عقول وإبعاد عن الدين وإبعاد عن العقيدة، وكلنا فاهمين الكلام ده. فربنا طلب من الملائكة تسجد له، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى واستكبر. ولما ربنا بيسأله انت ما سجدتش ليه يا إبليس؟ قال له أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو معترض ان هو جنس أعلى وأسمى، وان هو مخلوق من نار وخصائصه أحسن طبعا من اللي مخلوق من طين في فكره هو. احنا بنحكي الحدث بنوصفه زي ما حصل فلعن وربنا لعنه. فهو حتى لما لعن يعني بيقول فبعزتك وجلالك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يعني حتى لما جه يحلف، حلف بمين؟ بعزة الله وجلاله. طب هي حكاية إبليس دي؟ إبليس ده أصلا كان مخلوق من الجن وعايش في الأرض. الجن أفسدوا في الأرض، فالملائكة نزلت حربتهم وقضت عليهم. وهو عشان كان صغير خدوه معاهم رفعوه معاهم للسماء، وقعدوا يدرسوا له الدين ويتدارس معاهم. ويقال ان هو بقى متفقه قوي في الدين وبقى شاطر قوي فيه، يعني لدرجة انه قعد يدعي بربنا بحاجات يعني ويذكر الله بأسماء في الأرض وفي السماء لم يذكر بها من قبل. عشان كده رفع لمكان عالي، ورفع لمنزلة الملائكة. لكن هو أصلا مش ملك، مخلوق جن، والجن والإنس مخيرين مش مسيرين. يعني في إيدك أنت كإنسان تؤمن أو تكفر، ربنا مدينا الاختيار ده. والجن كذلك، في جن مسلم، جن عاصي، أو جن مؤمن، جن كافر. فهو اختار إنه يكون جن مؤمن وتفنن في العبادة ورفع لمنزلة عالية، وكان يطلق عليه طاووس الملائكة. ده ليه؟ لأنه وصل للمنزلة دي بعمله واجتهاده. كان اسمه عزازيل في الوقت ده، ما كانش لسه بقى إبليس واتلعن. طيب لما رفض السجود لعن. طيب هو لما لعن بقى عنده
طار زي ما بنقول كده مع سيدنا آدم وبني آدم بعد كده بقى من وراه. طيب احنا كلنا وده مما شك فيه او يعني حاجة مؤكدة عندنا ان هو من المنظرين. من المنظرين دي يعني ايه؟ يعني لسه عايش معانا لغاية دلوقتي وليه ذرية وبيكتر وبيتناسل، وهو دوره في الحياة ان يعكنن علينا عيشتنا، انه يقرف بني ادم، انه يحارب بني ادم، او مش يحاربهم، يستغويهم ويغويهم عشان يقعوا ايه؟ في المعصية والخطيئة زي ما عمل قبل كده مع ابونا ادم. ايه اللي حصل بعد كده؟ نكمل الحلقة الجاية.